النهاردة هوريكم أسرع طريقة للجلاش الحلو السادة بدون شربات بقى ولا ندهن طبقات، وبلفة جلاش كمان هنسقيه بأحلى صوص خطير ويجنن. لو عندك لفة جلاش قديمة أو متكسرة، أنا للأسف ما كانش عندي فاشتريت، هتنفع عادي في الوصفة دي. هنقطعها حوالي سنتي أو سنتي ونص على حسب الرغبة، بس أنا بحب التقطيعة الصغيرة شكلها حلو ولذيذ، انتوا على حسب الرغبة. طبعا صينية 28 مدهونة سمنة، وبحاول ألفها كده وأدورها، وفي نفس الوقت مخليهاش مكتومة عشان تستوي كويس وتبقى خفيفة معايا وتشرب الصوص اللي هنسقيه بيها. طبعا بحاول اخلي طرف الجلاش ناحية جنب الصينية. خلصت اول لفة معايا والصينية ما كفتش عادي جدا، جبت لفة تانية من الجلاش وهحاول اقطعها برضو بنفس الطريقة ونشوف اخدنا كمية قد ايه. قطعتها بنفس الحجم اللفة الاولى بالشكل ده. هنا اخدت حوالي نص اللفة على حسب مقاس الصينية عندكم وعلى حسب حجم التقطيع اللي قطعته بيها. جبت كوباية الا ربع من الزبدة على سمنة، المادة الدهنية زي ما انتوا عايزين، سمنة وزيت، زيت وزبدة، اي حاجة، بس للنصيحة الزيت هينشفها، لو حطينا زيت يبقى طعمه حلو وكمية قليلة جدا. تعالوا بينا نجهز الصوص اللي هنسقي بيه الشربات. جبت حلة وحطيت فيها 3 كوبايات من اللبن كامل الدسم ساقع، وعليهم 4 معالق كبار من السكر. بالنسبة للسكر هنا كان مظبوط، لو حابين يزودوا مفيش مشكلة، ممكن نزود معلقة او 2. هنا حطيت ظرف من الكريم كراميل ومعلقة كبيرة ممسوحة من النشا لثبات القوام، وكمان حطيت رشة فانيليا. طبعا هقلب المكونات دي على الساقع لحد ما تمتزج، وبعد كده هنرفعها على النار. تمام جدا. بعد ما قلبتها رفعتها على النار لحد ما القوام يبدأ يتقل معايا كده. قوام بيبقى متوسط، مش تقيل ومش خفيف. لما يوصل للمرحلة دي الغليان ده هرفعه على طول، مش هسيبه يغلي اكتر من كده عشان ما يتقلش. طبعا للتسوية بنكون مشغل الفرن على درجة حرارة عالية، وبعدين بخليها فوق المتوسطة، بحطه اسفل الفرن لحد ما ياخد اللون، وبعدين بنرفعه على الشبكة مع مراعاة المتابعة لحد ما بياخد اللون الذهبي الجميل ده. طبعا الجلاش عندي خارج من الفرن، هسقيه على طول بالصوص وهو سخن كده على طول. تمام، مش هنسيبه يبرد عشان يشرب الجلاش. تمام. وطبعا هنا الصوص وصل لحرف الصينية، فاستنيت اما يهدي شوية وهحط بقية الكمية تاني. هستنى طبعا لما يهدى كده حوالي نص ساعة. حابين تاكلوها سخنة مفيش مشكلة، هما الاتنين حلوة، سيان سخنة او ساقع. وبعد كده لو حابين تقدموها على نفس الصينية مفيش مشكلة، انا حبيت اقلب الصينية بالشكل ده. ده صوص الكراميل اللي بيجي مع الكريم كراميل. حبيت ازين الوش كده ببساطة وسهولة، مفيش ابسط من كده. ولو انتوا معايا لحد هنا انزلوا حطوا لايك للفيديو، وكمان اعملوا اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنشرها. وتعالوا كمان بقى نقدم الوصفه واوريكم شكلها ايه وحلوه وتحفه قد ايه. الحلو في الوصفه دي يا جماعه انها سريعه، متاخدش وقت حقيقي بجد. يعني لو جايين ضيوف واحنا مش عاملين حسابنا او مرتبين نفسنا ان احنا عندنا حاجه حلوه او نقدمها، هنخش نعمل الوصفه دي في 10 دقايق حقيقي، مش هتاخد وقت خالص. بصوا كمان انا قدمتها هنا بالصوص الكراميل تحفه ازاي، حلوه قوي لو قدمناها بالشكل كده شيك ولذيذه وقيمه وتحفه رائعه بجد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات لو جربتوها قبل كده، ايه رايكم فيها؟ وكمان لو حاجه مش مفهومه في الوصفه اكتبوا لي وهرد عليكم على طول.